أبكتنا الدنيا كثيرا، خذلنا الأصدقاء، أوجعنا الفقد، أتعبتنا أدمعنا المسائية، وأوهتنا هموم قد لا تكون ظاهرة على أعيننا، ملامحنا تلك التي توسدها الوجع وأتعبها البكاء، وطبعت عليها قسوة الأيام تجاعيد مؤلمة، ومع ذلك هي ما زالت متفائلة تنبض بفرح غامر وابتسامات بريئة، وما زالت تلك الأنفس تنتظر الجنة التي ستمحو عن كل موجوع وجعه وعن كل مريض مرضه. الجنة ذلك المكان الذي تاقت نفوسنا إليه يوما بعد يوم، نقف أمام باب ذلك المكان العظيم وملامحنا تود تلك الراحة الأبدية، نرى من عظيم الأنهار والأشجار وقصورا جميلة لا تتخيلها عقولنا، نرى أولئك الأحباب الذي أقفل الموت علينا باب رؤيتهم. الجنة يا الله نتوق إليها كلما ضحكنا فرحا وكلما بكينا ألما، كلما اجتمعنا مع أصدقائنا وتشاركنا الأحاديث، وكلما وقعت أعيننا على صور من رحلوا وتركونا وحدنا، نتجرع مرارة الفقد وذرفت دموعا لا تنتهي. الدنيا ذلك المكان المؤلم الذي لطالما تعثرنا فيه وأجهضت أحلامنا في منتصفه، سينتهي بمجرد دخولنا الجنة، ستتحقق أحلامنا، سنفرح كثيرا وسنسعد سعادة أبدية. هناك في الجنة حيث لا هم ولا وجع ولا جراح، هناك فرح عظيم وسعادة لا تنتهي. يا أصدقاء، الجنة هي المكان الوحيد الذي يستحق أن نعمل من أجله، فلتحزموا حقائبكم ولتستعدوا للسفر إليه. صلاة الوتر وقراءة القرآن والصدقة والكثير الكثير، لا تتركوا تلك الأعمال، لعلها تدخلكم الجنة، وتحلم أنفسنا بجنة عرضها السماوات والأرض، فيا الله رضاك والجنة. كلمات مها عبد الرحمن القرني.